صباح الخير على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد بتشكيل جديد. تعالوا مع بعض نشوف الكوفرته البيكا القمر ده. بس قبل ما ادخل في الفيديو، لو اول مره بتشوفيني ما تنسانيش في لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. النهارده هنعمل ايه؟ هوريكم فكره الكوفرته دي. انا من زمان وانا حابه ان انا اعمل عايزه اعمل لكم كوفرته كابوتينيه بوشين، بس دايما كان عندي مشكله في الخداديه. الخداديه زي ما انتم شايفين، اي خداديات كابوتينيه الناس اللي بتجيب وعملت قبل كده عارفه ان الخداديات الكابوتينيه بتبقى الالاف في الظهر بتاع الخداديه. لما بتيجي تلبسي اي خداديه بيبقى فيه الاف في الظهر. يعني لو احنا عاملين مثلا الكوفرته الكابوتينيه ده على الوشين، الظهر بيبقى قماش، ما بيبقاش فيه فايبر ولا معمول كابوتينيه، وبيبقى فيه الاف. فلو انت حبيتي تفرشي مثلا الكوفرته على الوش التاني، بتيجي تضيري الكوفرته الخداديه بتاع الكوفرته دي، بتلاقي القلاب ورا، فبيبقى شكله مش حلو. فهنا ما بتقدريش تستفادي من الخداديه بتاع الكوفرته الكابوتينيه ان هي تكون على الوجهين. انا قررت بقى ان انا، طبعا انتوا عارفين ان ده اصلا بيتعمل على مكن زي ما انتوا شايفين، ما ينفعش يتعمل على المكن السنجر العادي اللي احنا بنشتغل عليه. اتفقت مع المصنع اللي هو هيصنع لي الوش والظهر بتاع الخداديات الكابوتينيه ده، الاتنين يكونوا كابوتينيه. بس هو قال لي انا لو هعمل لك كده، لو هعمل لك الظهر كابوتينيه والوش كابوتينيه، انا مش هقفل الخداديه. قلت له خلاص مفيش، انا ما عنديش اي مشكله خالص، اعمل لي بس الظهر كابوتينيه زي ما انتم شايفين والوش كابوتينيه، بحيث ان انا اقدر الف الخداديه زي ما انتم شفتوا في الفيديو كده. وفعلا اخدت الوشين بتاع الكوفرته وركبت لها السوسته ونضفتها من جوه سرفله اوفر وتمام. وزي ما انتم شايفين السوسته تحت، فما هيش باينه نهائي، وكمان سهله جدا في التلبيس، وتقدري كمان تتحكمي في حجم الخداديه، تبقى واسعه تبقى ضيقه، تعمليها على المقاس اللي انت حباه. ايه رايكم؟ قولوا له ايه رايكم. عملت طبعا انا ملايه باستك لسرير 160. طبعا الكوفرته الملايه الاستك اللي تحت اللي مع الكوفرته تقدري طبعا تغيري الاشكال خاص. يعني انت ممكن تغيري شكل الكوفرته المنقوشه دي، وشين مختلفين غير اللي انا مختاراهم خالص، وتقدري كمان تختاري الملايه الاستك بالشكل اللي انت تحبيه. كمان تقدري تغيري الخامات. يعني انا هنا اشتغلت في الملايه الاستك والقماش بتاع الكوفرته وش وظهر على العمريه، تقدري تستخدميه باكستاني، تقدري تستخدميه ميكروفايبر، كمان تقدري تستخدميه على فكره 3D. وكل طبعا ما قليتي في الخامه، كل ما قل السعر، كل ما عليتي في نوع الخامه اللي هتدخلها في الكوفرته او في الملايه، كل ما هيرفع معاك السعر. فعشان كده انا ما برضاش احط اسعار تحت، كمان ما بحبش احط اسعار تحت ولا برد على اسعار في التعليقات، علشان كل واحد بيبقى على حسب احتياجه وعلى حسب طلبه. كمان تقدري ان انت تغيري زي ما قلت لك في الخامات بتاع الكوفرته، فكل حاجه بيبقى بسعرها وكل مقاس وليه سعره، وممكن تلغي براحتك. يعني انا هنا الملايه اللي كانت مع الكوفرته كان معاها كيس مخده وخداديتين، لان انا حبيت اعمل الطقم الساده، الملايه الساده بخدادياتها كامله، بحيث ان انتوا تقدري بعد كده تستخدميها مع كذا طقم تاني ومع اي شكل تاني. او ممكن تستخدميها كمان مع الحاف. طبعا متاح كمان ان انت تعملي اللحاف فايبر على الوجهين بنفس فكره الكوفرته، بس الحاف فايبر والكثافه بتبقى مختلفه، في انواع كثافات مختلفه، في حاجات كتير. اللي حابب يستفسر عن تفاصيل الكوفرته او الحفاء او القصه دي كلها يدخل واتس. تعالوا بقى كده، عايزه اوريكم حاجه. الكوفرته دي انا اوريكم بس الكوفرته المنقوشه، لان انا وعدتكم ان انا هعمل لكم منقوش وهعمل لكم ساده. الكوفرته ده احنا صورناها مع الفيديو اللي فات مع ملايات العمريه. اللي ما سمعش الفيديو يرجع تاني يتابع فيديوهاته ويدخل على القناه ويعمل اشتراك، هيشوف كل الفيديوهات القديمه، وكمان هيشوف معانا الفيديوهات الجديده. الخامه من اول هنا ايه يا ام امل؟ الخامه من اول هنا بالنسبه للملايه الخامه ميكرو فايبر. الخامه دي لا بتوبر ولا بتنزل اللون. اللون ده هتغسلي لمده سنين السنين هيفضل لون ثابت ما بيتغيرش نهائي، وده عن تجربه انا مجرباه. الملمس كمان ناعم والخامه محمله وبتثبت جدا على السرير، بس نسبة القطن فيها قليلة مش زي العمرية. اما الكوفرته لا، الكوفرته عشان الناس اللي ما سمعتش الفيديو اللي فات، الكوفرته دي عمرية الوشين وش مشبح زي ما انتوا شايفين كده، والوش التاني سادة. والكوفرته كانت من غير خداديات، هي اصلا كانت طلب زي ما انتوا عارفين. الناس اللي متابعاني عارفه ان انا بصور اوردرات العملاء، يعني هي اصلا بتبقى ملايات مطلوبه، وبنبقى متفقين في الاختيارات مع بعض انا والعميل، ومتفقين على الافكار ومتفقين على كل حاجه. بس انا برجع اشارككم على السرير، بفرش لكم جزء من الاوردرات، بحيث ان انتوا تتابعوا معايا تشوفوا الاشكال اللي عامله ازاي. كمان الناس اللي بتشتغل في نفس المجال تاخد افكار، تشوف الالوان في الفرش عامله ازاي، تشوف الخامات وتسمع وتعرف وتتعلم. لو حد عايز يدخل في مجال خياطه المفروشات جديد يقدر يتعلم ويقدر يتابع ويقدر يشوف الموديلات من خلال فيديوهاتي.
يا رب تكون فيديوهاتي بتقدم ليكم ولو جزء بسيط معلومة او افادة. نفسي بجد على قد ما اقدر ان انا اقدر افيد، سواء انت بتخيطي، سواء بتتعلمي، سواء انت حابه تخشي في المجال. يا رب اجعلني دايما سبب في ان انا اكون سبب في ان انتوا تحبوا المجال ده، ويبقى فتحة خير ليكم وباب رزق مفتوح جديد لحضراتكم. تعالوا بقى نكمل مع بعض الفيديو ونشوف. هنا انا كنت بوريكم فكرة القطان ده البيه. تقدر على فكرة كمان تعمليها بقطان، يعني ممكن بدل ما هو بيه كده من غير قطان في قلبه، تقدري تستخدمي اللون السادة ده تحط فيه قطان من جوه، يبقى حز رفيع كده، وتحطيه في الوش، يبقى شكله حلو جدا. احنا ما عملناهوش قبل كده بس هوريهولكم ان شاء الله في الفترة اللي جاية. نبتكر حاجات كتير جدا مع بعض، وعملنا حاجات كتير الفترة اللي فاتت، وان شاء الله باذنك يا رب، ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا الفترة الجاية اعمل لكم حاجات مختلفة، واعمل لكم حاجات تنول اعجابكم وتكون بره حاجات كده، وافكار بره الصندوق، مش ما يكونش حاجة احنا متعودين عليها، ما يكونش حاجة احنا شفناها قبل كده. ربنا يعني ويقدرني ان انا اقدر اقدم لكم حاجة جديدة تستفادوا منها ان شاء الله باذن الله. طبعا كل اللي انا بفرجكم عليه ده ميكرو فايبر، الخامة ميكرو فايبر، سواء كيس المخدة سواء الملاية. بسم الله ما شاء الله، الماتشنجات في الميكرو فايبر خطيرة زي ما انتم شايفين، تحسوها مش سادة قوي، تحس ان هي فيها زي زجزاج كده، خطوط رفيعة حلوة بشكل يعني رهيب. ما كانش بينزل الحاجات دي اساسا زمان، ما كانتش بتساعدنا على اننا نعمل ماتشنجات. كان زمان الاعتماد كله على العملية عشان تعرفي تعملي ماتشنج، وما كانش بالمستوى ده، وما كانش في حاجات مشبحة. مجال القماش دلوقتي بسم الله ما شاء الله انتشر قوي، ولا بقى في تقدم في الرسومات، وتقدم في الماتشنجات. كل مدى ومدى بيطلع حاجات اكتر تشجعنا وتفرحنا كده، ان احنا نقدر نطلع موديلات تعجبكم. ده ده ميكرو فايبر زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، ان كل الملايات دي تعتبر مقاسات واحده. السرير 160 يفرش لحد سرير 180 عادي مرتاح خالص، بنفس المقاسات اللي هذكرها لحضراتكم دي. الملايه المنقوش 3 متر 75، وكيس المخده متر، بيعمل اي طقم واي موديل انتوا شفتوه بنفس المقاسات دي. الكوفرته زي ما قلت لكم تقدروا تعملوها بخداديات، وتقدروا تعمليها من غير خداديات زي ما انتوا شايفين دلوقتي، وتقدروا تعملوها بخداديات زي اول الفيديو. ويا رب يكون فكرة الكوفرتا في اول الفيديو، فكرة الخدادية اللي انا قدمتها لكم، تكون بالنسبة لكم حاجة جديدة ومبتكرة ومختلفة، تفتح لكم مجال ان انتوا ان يبقى في مجال للناس اللي بتشتغل، ان احنا وفرنا حاجة بره الصندوق ومش موجودة اساسا في الاسواق. لو نزلت في اي مكان عشان تجيبي كوفرتا كابوتينيه، استحالة هتلاقي الظهر والوش بنفس الشكل وبسوستة، استحالة، انا متأكدة من ده 100%. مش هتلاقوا فكرة السوستة ده غير عندنا احنا وغير عند الناس اللي بتفصل بالطلب زينا. حبيت الفكرة دي بالذات، حبيت اشاركها عشان الناس اللي متابعاني اللي بتشتغل تقدروا تنفذوها زي بالظبط للعملاء بتوعكم، وتقدروا كمان تنفذوها لزباينكم عشان تفتحوا مجال اكتر واكتر للتفصيل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدمت لو فكرة بسيطة تساعدكم، قدمت لكم الوان تكون نالت حضراتكم اعجاب حضراتكم، ويا رب يجعلني دايما سبب في فكرة جديدة لحد يكون هتفتح له باب رزق من ورايا. قولوا لي رايكم تحت في التعليقات. الطقم ده انا خليته اخر طقم، لا لسه معانا اطقم تانية، حاولت ان انا اخليه اخر طقم في الفيديو علشان لونه هادي قوي قوي، وانا بحب اللون الرصاصي مع الالوان اللي على ابيض ده. بجد كان مريح جدا جدا في الفيديو للاعصاب، في التصوير على الطبيعة كان مريح جدا للاعصاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.